La asociación Stop Us Phenomens Islamophobes ha lanzado una herramienta muy útil llamada Observatorio de la Islamofobia Cataluña, que tiene como objetivo recoger información de discriminación religiosa o racial que sufren los musulmanes catalanes y elaborar informes anuales sobre conjuntos de prácticas y discursos islamófobos que vemos día a día y también denunciar todas las vulneraciones de derechos que sufre la población musulmana, con la finalidad de visibilizar todas las vulneraciones que sufre la comunidad y darle una respuesta efectiva. De esta manera, evitaremos y minimizaremos su impacto en nuestra sociedad. السلام عليكم خوتي خواتاتي. جمعية صافي ستوب فينومينز إسلاموفوبس لا للكراهية ضد الإسلام والمسلمين خلقات واحد الأداة أو مرصد أوديك أوبسيرفاتوري دالا إسلاموفوبيا كاتالونيا باش تجمع معلومات وبيانات على حالات ديال الكراهية والتمييز في كاتالونيا. الغرض من هذا الشيء هو جمع هذه البيانات بخصوص التمييز اللي كيتعرضوا ليه المسلمين او هادوك الناس اللي كيشبهوا في المسلمين. من بعدها توجد تقارير باش تقدم شكايات بكل الحالات اللي كتوقع للمسلمين من هضم للحقوق. وديك او هذا المرصد ضروري جدا لانه غنظهروا من خلاله التمييز اللي كيتعرضوا ليه المسلمين، وفي نفس الوقت غادي نحاولوا نقضيو على هذه الظاهره. كيف كيقول المثل يد وحده ما كتصفق. لهذا نطلب منكم تشاركوا معنا في هذه المبادرة. يمكن لكم تتصلوا بصافي يا إما عن طريق الميل أو لا تليفون. إلا كلنا ساهمنا في هذا المشروع غادي يمكن لنا نكافحوا ضد الكراهية والتمييز، وغادي نضمنوا أن جميع المواطنين والمواطنات نعيشوا في مساواة حقوق واحترام بين بعضنا البعض. وشكرا.